لو مش عارفه اعمل غدا ايه بجري على طول اعمل الاكله دي لانها سهله وبسيطه وكلها بتتعمل في صينيه واحده. هنقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وتعالوا نشوف وصفتي. في صينيه هنقطع بصلتين كبار شرايح، وكمان معانا طماطم متقطعه مكعبات، حوالي حبايتين من الطماطم. وطبعا الوصفه دي بتحب البصل الكتير، يعني ضيفي بصل كتير. كمان معانا فلفل رومي على حامي وكمان الوان، وطبعا المتوفر ضيفيه. معانا بقى معلقه صغيره من الفلفل الاسود، وكمان من السبع بهارات، وكمان معلقه من البابريكا. هنضيف الملح بتاعنا، وكمان معانا مكعب مرق وفص ثوم هنقطعه كده شرايح بالشكل ده. بعد كده بقى هنضيف معانا معلقه كبيره من الصويا صوص، وكمان معلقه كبيره من دبس الرمان. ولو مش متوفرين عندك عادي جدا الغيهم من الوصفه، بس هما بيدونا طعم حلو. بس لو مش متوفرين عادي جدا ان نلغيهم. بعد كده بقى هنمسك الخلطه دي وهنحاول بقى بايدينا ندعكها كويس جدا لحد ما نحس ان الميه بتاعه الخضار كلها طلعت كده معانا. ودي طبعا بتدينا نتيجة احسن لما ندعكها كده لحد ما المية تطلع معانا. زي ما انتوا شايفين كده في مية كده طلعت، دي مية الخضار، ودي طبعا بتدينا نتيجة احسن بكتير. معانا بقى فراخ مقطعاها وغسلاها كويس جدا ومصفياها تماما من المية. بعد كده بقى همسكها بالخضار ده وهحاول بقى ادعكها كويس جدا كده، واعمل للحمة او للفراخ كده مساج كويس جدا بالخضار اللي احنا مقطعينه ده وبالتوابل. وبحاول كمان ادخل ما بين الجلد واللحم وبدعكها كويس جدا. وعايزه اقول لكم ان الاكله دي سهله وسريعه، يعني لو انتي كده مستعجله فدي اسهل اكله بالنسبه لك ممكن تحضريها. وكمان في الحر اللي احنا فيه فمحتاجين اكلات سريعه، ودي بتتعمل في صينيه واحده مش هتحتاجي وقفه كتير في المطبخ. عايزه بقى تسيبيها ربع ساعه، نص ساعه، ساعه، عايزه تسيبيها ساعتين، كل طبعا ما تسيبيها تديكي طعم احلى. ولو مش عايزه تسيبيها خالص وتسويها على طول ما عادي مفيش مشكله. كمان مش هنشغل الفرن، يعني مش هنسويها في الفرن، احنا هنسويها على البوتاجاز على طول. هنضيف بس معلقه زيت على الوش الفراخ كده، وبعد كده على عين البوتاجاز من فوق هنعلي النار بس اول دقيقتين لحد ما تغلي معانا بالشكل ده، وهنغطي الصينيه بتاعتنا وهنهدي النار تماما. وكل شويه بقى وهي بتستوي باخد من الصوص اللي طالع ده او من الميه اللي طالعه دي واحط على وش الفراخ كده طول ما هي بتستوي. كل شويه كده اخد معلقتين وارشهم كده على الفراخ من فوق علشان تدينا اللون الحلو ده. طبعا لو انتي عايزه تستغني عن الخطوه دي استغني عنها. انا بجيب بالفرشه كده من الصوص اللي نزل وبدهن الفراخ، وبعد كده هدخلها تحت الشوايه بس دقيقتين لحد ما تاخد اللون ده. الشوايه بس مش الفرن، لان احنا سوينا الفراخ سوى كامل على عين البوتاجاز. فلو انت عايزه تستغني عن خطوه الشوايه عادي جدا، مش هتفرق خالص في طعمها. عايزه اقول لك بقى ان انت هتاكلي الصوص اللي طالع منها وهيعجبك جدا لانه شارب من الفراخ، وكمان الفراخ شاربه من التتبيله. يعني عايزه اقول لكم ان طعمها خطير جدا، وعادي جدا ممكن ما نسيبهاش في التتبيله كتير وممكن نسويها على طول. عايزه اقول لكم بقى ان الفراخ دايبه دوب شاربه من التتبيله، طعمها حلو جدا والبصل مكرمل. يلا بقى جربوها، صحتين والف هنا يا رب. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والمتابعه.